في ليلة خريفية هادية من شهر سبتمبر سنة 2012 كانت ضاحية الرفراف الهادية اللي بتطل على البحر نايمة في هدوء شبه تام. مفيش حاجة كانت تبين ان الليلة دي هتبقى لحظة فارقة في تاريخ المدينة الصغيرة دي اللي في شمال تونس. الشوارع كانت فاضية تقريبا، والانوار الخافتة بترقص على وشوش البيوت البيضة، والبحر كأنه بيغني اغنيته الهادية زي ما متعود من مئات السنين. في التوقيت ده تحديدا كانت حسناء بنت تونسية عندها 27 سنة قاعدة مع خطيبها في مكان بعيد عن دوشة العاصمة بعد يوم طويل ومتعب. كانوا بيخططوا لحياتهم اللي جاية وفرحهم اللي قرب، لحياة عادية بسيطة زي الناس كلها، مليانة أحلام نظيفة ومشاعر بريئة، وكل حاجة كانت ماشية بشكل طبيعي لحد ما ظهرت عربية شرطة بتمشي في الطريق الترابي اللي بيودي المنطقة نائية شوية. مفيش في الموضوع حاجة تقلق، الشرطة المفروض في بلد بتحترم القانون تكون في خدمة المواطن وتحميه مش العكس. لكن اللي حصل بعد كده لا هو طبيعي ولا ممكن يتنسى أو يتغفر. عربية الشرطة وقفت قدام عربية حسناء وخطيبها، نزل منها 3 من أفراد الأمن، راحوا بسرعة حصروا العربية، ابتدوا يسألوها أسئلة غريبة وبنبرة حادة. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ وايه علاقتكم ببعض؟ فين بطايقكم؟ بعد لحظات من التوتر والسكوت شدوا الشاب وركبوه عربية الشرطة، طلبوا من حسناء تنزل من عربيتها. ساعتها حسناء ما كانتش تعرف انها خلاص على باب كابوس حقيقي، لا كانت تتخيل ولو لحظة ان اللي لابسين لبس الدولة وشايلين سلاحها يبقى هم نفسهم اللي هيهينوا كرامتها. في ظرف دقايق وفي نفس عربية الشرطة حصلت جريمة العقل يرفض يصدقها. 2 من العساكر تناوبوا على اغتصابها بشكل وحشي، والتالت واقف بيراقب الطريق وهو بيضحك كأنهم في سهرة قذرة بيتبادلوا فيها نكتة سخيفة. ما كانش في صوت مسموع غير أنين حسناء، ولا نور غير انعكاس أنوار الشارع البعيدة على الإزاز الأمامي. الجريمة خلصت لكن آثارها ما خلصتش، جسمها كان بيرتجف من الرعب، هدومها متقطعة، كرامتها متداس عليها تحت رجلين ناس المفروض يمثلوا الدولة. بعد ما خلصوا فعلتهم الشنيعة أخدوها هي وخطيبها على الاسم، حاولوا يلفقوا لهم قضية أخلاقية كأنهم بيحاولوا يغطوا على جريمتهم بجريمة تانية وهمية. لكن اللي ما حسبوش حسابه هو اللي عملته حسناء بعد كده. في اليوم التاني خرجت من الاسم شايلة جرح مش باين، لكن أعمق من أي جرح جسدي. ما كانتش ناوية تسكت زي ما بتعمل كتير من البنات اللي بيتعرضوا لنفس النوع ده من الجرائم، لا قررت ترفع صوتها وتواجه وتحكي اللي حصل وتفضح وشوش القذارة اللي مستخبية ورا السلطة. راحت مع خطيبها على الطب الشرعي علشان تثبت اللي حصل. من هناك بدأت رحلة طويلة مليانة تعب ومعاناة في مواجهة نظام بيحاول يبرر اللي عمله المجرمين أو يقلل من قيمة الضحية. الملف اتحول للقضاء وبدأت الصحافة في تونس تتكلم عن القصة مش بس كجريمة اغتصاب، لكن كقضية رأي عام بتفضح واقع بشع في بعض مؤسسات الدولة. الناس نزلت الشوارع، مظاهرات نسائية اتعملت في العاصمة وفي بنزرت ورفراف ومناطق تانية كتير تحت شعار اوقفوا الاغتصاب، اوقفوا عنف الدولة. السلطات ما لقتش قدامها غير انها تتحرك، وتم القبض على ال3 أفراد واتعرضوا على القضاء. بس حتى في المحكمة ما كانتش القضية سهلة، محاميين الدفاع حاولوا بكل الطرق يبرروا اللي حصل بادعاءات وهمية عن سلوك البنت ومكان وجودها، وكأن ده بيدي حد الحق انه ينتهك جسمها. لكن حسناء ما استسلمتش، ولا خطيبها ولا الناس اللي وقفت معاهم، وبقت قصتها رمز لنضال الستات في تونس وأهم القضايا اللي كشفت عن عنف ممنهج جوه بعض مؤسسات الأمن. ما كانتش حسناء تعرف وهي خارجة من الاسم إنها دخلت معركة مش بس ضد مغتصبيها، لكن ضد مجتمع كامل متعود يسكت وقت ما المفروض يتكلم ويهرب وقت ما الكرامة تتهان. لكن نظرتها وهي خارجة ما كانتش زي لحظة الجريمة، لا كانت عينيها مليانة عزيمة شبه المقاتلين في معركة مصيرية. كانت عارفة إن اللي حصل مش هيتنسى، بس ممكن يتحكي، ممكن يبقى وصمة عار في جبين كل اللي سكت أو اتستر. بعدها بكام ساعة كانت قاعدة في مكتب محامي محترم بيؤمن إن كل إنسان له حق في الكرامة. قعدت شوية ساكتة ماسكة إيد خطيبها بإحكام كأنها بتاخد منه الأمان اللي اتسرق منها، وبعدها بدأت تحكي كل حاجة حصلت. المحامي سمعها كويس وكتب كل كلمة، وبدأ يشوف الترابط في الكلام والألم اللي واضح في صوتها والصدمة باينة في كل تصرف. بعدها قال بصوت هادي: دي مش مجرد قضية فردية، دي ملف دولة. وفي اليوم اللي بعده رفع المحامي دعوة رسمية للنيابة مرفقة بتقرير الطب الشرعي اللي أكد وجود آثار لاعتداء جنسي عنيف مطابق تماما لكلام حسناء.
التقرير ده ما كانش مجرد ورقة، ده كان أول طلقة اتضربت في جدار الصمت والتواطؤ وضد ثقافة دايما بتلوم الضحية. الصحافة بدأت تسلط الضوء على القضية، والشارع التونسي كان لسه عايش على أمل الثورة ما بين أمل وخوف. ووسط كل ده لقت القضية لنفسها مكان، بنت تونسية بتغتصب جوه عربية شرطة على ايد عساكر واتلفق لها قضية اخلاقية. ده ما كانش مجرد انتهاك، ده كان انهيار لقيمة اساسية من قيم الدولة. ومع دخول الاعلام خرجت القصة من المحكمة وبقت في كل بيت. ظهرت حسناء في التلفزيون لأول مرة، صوتها كان مكسور لكن شجاع، ما كانتش مغطية وشها ولا خبت اسمها. اتكلمت كأنها صوت آلاف البنات اللي اتعرضوا للانتهاك وسكتوا، وقالت جملتها اللي هزت الناس: أنا ما كنتش مذنبة، أنا كنت بس عايز أعيش. قالت اللي عملوه فيا عملوه في كل بنت وثقت في الدولة وحبت تحتمي بيها. الكلام ده قلب الدنيا. اتحركت جمعيات حقوق المرأة وبدأت حملات تضامن كبيرة، لدرجة انهم عملوا وقفات احتجاجية قدام وزارة الداخلية. الشعارات كلها كانت صادمة: اوقفوا اغتصاب السلطة، الشرطة للحماية مش للانتهاك. وكل يوم كان الرأي العام بيزيد غضبه والضغط على القضاء بيزيد. ما كانش ينفع التساهل، خصوصا ان اللي حصل كشف عن هشاشة العلاقة بين المواطن وجهاز الامن بعد الثورة. ابتدت المحاكمة فعلا وسط اجراءات امنية مشددة. التلاتة اللي اغتصبوا حسناء اتحاكموا، وكانت القضية من ابشع القضايا اللي شافتها المحاكم من سنين. محاميين الدفاع حاولوا يطعنوا في الاجراءات وقالوا ان البنت كانت في وضع مريب وان اللي حصل كان بموافقتها، نفس الحجج اللي بتتكرر من سنين علشان يسكتوا الستات. لكن المرة دي الناس ما سكتتش. خطيب حسناء قعد قدام المحكمة وقال شهادته كاملة رغم التهديدات والضغوط. صوته كان هادي وواضح، حكى ازاي تم توقيفه وازاي اتبعد بالعافية عن عربية خطيبته وازاي سمع صوت بكاها من جوه العربية ومفيش حد سابه يقرب. الطب الشرعي ادعى تاني، والتقرير النهائي اكد انها تعرضت لاغتصاب عنيف في تمزقات موثقة، وكمان ادرجوها في ملف الادانة وقفلوا الباب بفحوصات الدي ان ايه على اي كذب او تبرير. لكن الغريب ان الضحية هي اللي اتحاربت بعد كده، بدل ما يعاملوها كناجية تستحق الدعم اتحصرت بالاشاعات واللوم. مش من الناس الغريبة بس، لا، ده من ناس في الاعلام وفي السياسة وحتى مسؤولين فضلوا يقولوا انها بتدور على شهرة وانها نصبت فخ للشرطة. لكن حسناء ما سكتتش، قررت تواجه كل ده مش بس في المحكمة لكن في المجتمع كله. ظهرت في برامج كتير وواجهت خصومها وشاورت بايديها على اللي ظلمها، وقالت في حوار: مش عايزة تعويض مادي، انا عايزة انام وانا مطمنة، عايزة اعيش في بلد الانسان ما يغتصبش فيه تحت حماية الدولة. القضية اتحولت لقضية دولية. المفوضية السامية لحقوق الانسان اصدرت بيان بتطالب فيه الدولة التونسية انها تحمي حسناء من حملات التشويه وتفتح تحقيق داخلي في استغلال السلطة. الاتحاد الاوروبي كمان اعلن قلقه من ابعاد الجريمة انسانيا وسياسيا. وفي المقابل الجمعيات النسوية التونسية استغلت الزخم الشعبي وبدأت حملات قوية لتغيير القوانين. طالبوا بتعديل قوانين الاعتداء الجنسي وفرض رقابة على سلوك رجال الشرطة، وفعلا تم مراجعة القانون الجنائي في السنة اللي بعدها وتشديد العقوبات في حالات الاغتصاب تحت التهديد أو استغلال النفوذ. كمان وزارة الداخلية أطلقت برنامج تدريبي بعنوان الكرامة أولا لتوعية أفراد الأمن. أما حسناء بقى ما بقتش مجرد بنت عادية، بقت رمز نسائي تونسي يستشهد بيه في المؤتمرات وبيتحكي عن قصتها في المحافل الدولية. اختارت انها تبعد شوية عن الأضواء وسافرت للعلاج النفسي، لكن ما رجعتش زي ما سافرت. رجعت بعد سنتين وأطلقت منظمة غير حكومية بعنوان صوت الضحية، منصة بتدافع عن الستات اللي بيتعرضوا للعنف الجنسي أو العنف من الشرطة سواء نفسي أو قانوني. وفي أول بيان للمنظمة كتبت: قوتنا مش في عددنا، قوتنا في صوتنا. كسر الصمت هو أول خطوة نحو التحرير الحقيقي. وفي الشهور اللي بعد الحكم تونس ما بقتش زي الأول. قضية رفراف بقت بتتقال في كل مكان: الصحف، الجامعات، اللقاءات القانونية وورش حقوق الإنسان. في الجنوب التونسي اللي فيه ستات كتير بيتخبوا لو حصل لهم تحرش او اعتداء بدأوا يرفعوا صوتهم، وفي بنات كتبوا بخط ايديهم جمل زي انا مش العار اللي يغتصب هو العار، وعلقوها على جدران المدارس. وفي العاصمة اتعمل منتدى كبير بعنوان العدالة بين النص والممارسة. قضية رفراف ما بقتش بس حادثة اغتصاب، بقت جرح مفتوح وكشف امراض المجتمع، لكن كمان كانت بداية شفا مؤلم بطيء لكن حقيقي. بقت مثال لكل بنت اتسلبت كرامتها واتسألت: ليه خرجتي؟ ليه ما صرختيش؟
ليه ما منعتيش؟ وكأنها هي الجانية مش المجني عليها. وفي نهاية الحكاية في حقيقة واحدة ما ينفعش نختلف عليها، إن ست واحدة بس لما ترفع صوتها في وش الظلم ممكن تعمل دوشة أقوى من كل الرصاص، وإن الوطن لما يسكت على صرخات بناته بيفقد جزء من روحه. حسناء ما كانتش غير واحدة، لكن صوتها بقى صدى في آلاف الحناجر، ومن قلب تونس طلعت عبارة هتفضل تتردد: أنا مش العار، اللي يغتصب هو العار. وهنا ممكن تكون الحكاية خلصت أو يتهيأ لنا إنها خلصت، لكن الحقيقة إن اللي حصل في الليلة دي لسه بيتكرر في صمت مرعب في أماكن تانية مع ستات تانيين خايفين يتكلموا، وخايفين من الكلمة، وخايفين كمان من نظرة الناس